السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان طبيعة الموقف الفلسفي. في البداية عايزين نعرف إيه هو الموقف الفلسفي. الموقف الفلسفي هو النظرة العامة والاتجاه أو التوجه العام للشخص المتفلسف حينما يتناول أي أمر يثير تفكيره بما يشمله من اهتماماته واختياراته وتفضيلاته وترتيباته للأمور، ولكل موقف خصوصية معينة. طيب عايزين نفهم يعني إيه؟ هنفهم الكلام ده بالمثال. يعني مثال على كده يا شباب اللي هو موقف الطبيب ليس كموقف الأم تجاه مرض طفلها، فالطبيب بالنسبة له دي حالة زي بقية الحالات، لكن الأم بالنسبة لها دي رقم واحد، مرض ابنها ونفسها إن هو يخف. عندي مثلا نظرة الباحث تجاه المشكلات الاجتماعية زي البطالة والعنف الأسري ليست كنظرة المسؤول. مثال تاني يا شباب لو موقف المعلم ليس كموقف الطالب تجاه الامتحان. كل ده بيبين لنا ان كل موقف ليه حساسية وخصوصية معينة. هنشوف دلوقتي يا شباب تطور الموقف الفلسفي الواقعي عبر العصور. أول عصر عندنا اللي هو العصر اليوناني اللي هو بيحدده حاجة اسمها ماهية النفس. هنا جسد مبدأ سقراط اللي هو بيقول اعرف نفسك بنفسك. طبيعة الموقف الفلسفي في هذا العصر هنا بيتمحور حول اكتشاف الإنسان لنفسه وتساؤله عن ماهيته، فجعل هنا الفلاسفة يقدمون حلول للمشكلات اللي بتتعلق بفهم الإنسان ومشكلاته الأخلاقية والسياسية. مثال على كده يا شباب زي قيام أفلاطون بتحليل النفس البشرية، ورأى أن العقل هو اللي بيتحكم في الإنسان. تاني عصر عندنا اللي هو العصر الوسيط اللي هو بيميزه الدين. هنا ظهر في العصر ده الديانة المسيحية وبعدها ظهر الإسلام. جاءت هنا للتوفيق بين ما جاءت به الأديان وبين فلاسفة اليونان العقليون زي سقراط. قالت المسيحية إن الفلسفة طريق الإيمان ولا تعارض بين الفلسفة والدين المسيحي، مدللة بآيات من الكتاب المقدس. مثال على كده يا شباب زي القديس توما الإكويني قال إن الفلسفة والدين لا يتناقضان، لأن النظر في الفلسفة بيكون موجها لمعرفة الإله. هنا في الإسلام قال الإسلام إن ما أتى به الإسلام يتوافق مع العقل، وإن الإسلام أكد على ما توصل له الفلاسفة في أصل الوجود وطبيعة الإنسان، وإن عقل كل مفكر بينتهي به إلى الإيمان بوجود إله. كمان عندنا مثال على كده يا شباب عالج الغزالي الكثير من انحرافات مجتمع ودعا الشباب للتمسك بالدين الإسلامي. من الآخر كده يا شباب هنلاقي في الأسئلة كلمة لاهوت، كاثوليكي، دين، شيعة، إسلام، قدرة الله، أي حاجة خاصة بالدين اللي هو بيوفق بينها وبين الفلسفة. ثالث عصر يا شباب معانا اللي هو العصر الحديث واللي بيميزه الشك واستخدام المناهج العلمية. هنا الفلاسفة دعوا في مطلع العصر ده لوجود مناهج فكرية بتقود لحل مشكلات الحياة الإنسانية. هنا ديكارت دعا هو وبيكون لتجديد الفكر عن طريق الشك حيث يتمكن من الوصول للحقيقة. دعا هنا مثال على كده إن هنا دعوة بيكون لإصلاح العلوم بمنهج الاستقراء. أعلن الفيلسوف ديودور عن رفضه للميتافيزيقا التقليدية وألح على تبني عقلانية المنهج العلمي. من الآخر كده يا شباب هنلاقي في أسئلة الامتحان كلمة مناهج علمية وفكرية، في شك، عدم الاهتمام بالانطباعات الأولى، في تردد. ده كله بيبين إن ده العصر الحديث اللي هو قايم على الشك واستخدام المناهج العلمية. رابع عندنا عصر يا شباب اللي هو العصر الراهن اللي احنا بنميزه بالقضايا الحياتية. القضايا الحياتية هنا زي مشكلات البيئة والفنون المسرحية والسينمائية، مشكلة المرأة وما يعرف باسم الفلسفة النسوية، الأخلاق التطبيقية، استنساخ، هندسة وراثية، إنجاب اصطناعي. كل دي مشكلات حياتية بتبقى موجودة عندي في العصر الراهن. عندنا مثال على كده مثلا يا شباب اللي هي ظهرت مثلا أخلاق البيوتيقة اللي بتهتم بالمشكلات الأخلاقية في مجال الطب كزراعة الأعضاء اللي احنا إن شاء الله هناخدها الترم التاني. من الآخر كده يا شباب هنلاقي في الأسئلة مشكلة زي السيما، المسرح، تنمية مستدامة، استنساخ، قضايا مرأة، ذكاء اصطناعي. كل دي بنسميها عصر راهن بتدل على القضايا الحياتية في العصر الراهن. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.